لكل شيء صغيرة وكبيرة. فالله عز وجل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة يجي عبده. كذلك العلماء يمكن أن الدليل كلمة عبده أن الله عز وجل يرفض الجسد والروح، ودينا بروح عبده إنك بعبده. وقيل الدليل كذلك أنه أسري وأعرج سلجستينس أسروحينس في كلتك نمشي لا. وكذلك الإسراء والمعراج ضرا ذقيض مدنا سنولي من المي أنا في ذقيض ربي عز وجل إنك ليلا الليل كذلك زرا مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنك ونمي هذه السفر الطويل خاصة هذه روح هذه سفر ذقيض يسعى يعني يمكن قال لك تراطس للمعون، وذقيض كذلك يسعى الفوائد لأن كي قال ملك ولذي العبادة ندقر الهات خطي له السمو الروحي السمو النفس تسالي النفس يعني كل مدن وكل سوسمن وليش الأصوات كذا ذقر يعني إما أتفض مدن تروحون العبادة إما أتفض مدن تروحون المحرمات يعني يذكر لي ونم كي تتوالي ذاكي الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يذكر يتدنا المعجزة يجي ثضرا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم شأننا بلي لي يتص خامس لأن كان يتص دي بيت أم هاني ذكيون خامك نيضا يوسد جبريل عليه السلام الغورس إنيس فد قم يا رسول الله يفدد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني يفغن يسوفيت البيت الله الحرام الكعبة المشرفة يبوث الكعبة وهناك من يقول طاف 7 مرات يدور مكة المكرمة 7 فردان الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل ذقيض. ثم الناس بالكثورة يعني ناس يوشوا كثير ديسكر ذقيض الناس نروح المسجد الأقصى ثم المعراج إلى السماوات السبع. أما ديني خبريث جبريل عليه السلام يوشوا تي ديسكر يخبريثها في المعجزة يجي يوكن يستعد لها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك بعد مذكر النبي صلى الله عليه وسلم يروح الكعبة يطاف بها إنك يولى تمس يبو يزد أمكن في صحيح مسلم وفي غيره يبو يزد يوثن الدابة يولى تمس يعني أمكن قانك جيت ولا الدابة يجي البراق يبو يسد ناس في ثقة ركض يا رسول الله وانت يركب سيد فيريسي ركب نكد جبريل عليه السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم سينيف ذا السفر الرحلة الأولى من المسجد الحرام سي الكعبة المشرفة المسجد الأقصى عن طريق البراق كما جاء في حديث جبريل حديث كاين وزاف لون كما جاء فقال أوتيت بالبراق أوتيت يعني بوي السيد جبريل عليه السلام ونند البراق ذا الدبة ذا الحيوان يعني سفلى من الحمار سفلى يعني فوق الحمار من حيث يعني القوينس والطولينس ودون البغل دون البغل والبغل ند هو ما يعني يجمع بين ذا سردون نعم سردون سقفيليث ما تجمع غير الحصان وقذ الحمار دي فوق سردون. إذن هو في الحقيقة بين البغل والحمار سردون غير يتلي غير وهو أبيض من حيث اللون يعني ذا شبحان البراقاقي إنك النبي صلى الله عليه وسلم فركبته حتى أتيت بيت المقدس. وكذلك ذي البراقاقي الندم قال العلماء قارن بليك سمي بالبراق خاطر شغل ذي الفرق من حيث السرعة ينس فهو سريع جدا وذا وكنا يبين كذلك ربي عز وجل بلي الله عز وجل قادر على كل شيء مهما أوتيت من شيء مهما أوتيت من العلم مهما وصلت إليه من العلم شو تبضض ربي عز وجل يعني القدرة ينس فوق الجميع فاش تقول لك تحمد ربي عز وجل ما تكتشفضنا ما توضض العلم وتكفر ضرس ربي عز وجل. وكذلك البراق يمكن يسدي الحديث إنك يضع حافره عند منتهى طرفه يعني حافره أما دينا ضارس أثي سرس منتهى النس عندي ولا ما ولا ساقي يمكن مثلا قال ساقي 200 كيلومتر مباشرة يبضر ذينا يعني عند يولي أساس ضارس كان إذن يضع حافره عند منتهى طرفه طرف من العين
عندي ولا ونسى ماشي من كوني نزمر راه هم كان كومباري كوني زمان ولي بيتيتر سي 20 كيلومتر كذا نسى زمر هذه ولي بيتيتر عطاس زمر كذا ونزار تفاصيل الدابه ياكي. المهم عند يوالي البراقاكي هذا يور مباشره عند النس ذني بتصير بلاص يعني ما ديني يخدم ربما الا بعض ثواني سي بيت الله الحرام ارامي المسجد الاقصى الا بعض ثواني مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنك فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال إنك بعد شد ذينا في حلقة تبورتنين المسجد الأقصى يشدث في حلقة التي كان الأنبياء يربطون الدواب سن ما دورنا المسجد ذينا يتشدونيوك. وذا قال العلماء قال كذلك من حيث الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم البراقاقي في الحقيقة راهو يعني يخضع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يبغى يستعلم دائما السبب يربطه إذا ما تيجي كنكن العلماء قال لك دائما أمينك سنان في الدبانين الناس وكترجع كانك يا رسول الله الناس لا الناس تشكلها في ربي تروحوا يا الناس شدت وتشكلها في ربي شو السبب دائما السبب إلا ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ذي البوراق فهو يعني يسد يعني طائعا ربي خريثيد للرسول صلى الله عليه وسلم راه ما ذلك يشدث ذي الحلقة نيك نتيم ضورتنين تبورث المسجد من بعد يكشم المسجد الأقصى. وذا قطس العلماء دي تون كان الأحاديث ولا شد صح مسلم يعني ربما في المهم أنه ميكشم المسجد الأقصى إنك يوفى المسجد الأقصى يشور إلى آخره يشور أشو يقلان داخل الأنبياء الله عز وجل يصبد الأنبياء يركوا لها المسجد الأقصى المسجد الأقصى والأنبياء يجي والإمكان الأنبياء يجي من بينهم ذو قدنية فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي جنوان ماشي يركوا لي صحيح اخترز دنا ربي عز وجل كان الأنبياء يقول هذا جنوان ماشي يوك ولكن المسجد الأقصى كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام يركوا الأنبياء لن داخل المسجد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكشم جبريل عليه السلام يدس إنك فاصطف الأنبياء من الصفوف إلى آخره إنك جبريل عليه السلام إنس النبي صلى الله عليه وسلم قوم يعني أمرت لكي يصلي بالأنبياء إنس يعني خشني ذا الإمام من الأنبياء. العلماء تصل الفوائد تكسن بونشتاق. أولا قارد أين ذي المسجد الأقصى يزول سيسن أين في سنة قاردين ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يزول سيسن ماشي سيدنا إبراهيم الخالي نايون الأنبياء سنة على الأقل الفوائد الفائدة تم زورت قارد يوكن أزنديني ربي عز وجل بالأنبياء صب بندي وكن أدسل من الأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم أسفكن الأمانة يجين الدنيث بلي انت تسلحون بلي الهداية ذنتا هذا المسؤول وكنا هذه يدعون بدنا الهداية المسؤولية فكانت المسؤولية للرسول صلى الله عليه وسلم صب بندك وكسفك المسؤولية للرسول صلى الله عليه وسلم المسؤولية إذن المسؤولية عظيمة. هو المسجد الأقصى كذلك بلا ما نكشم المسجد داقي كأنما ربي عز وجل يزرب الذي يروح هذا سيب بس هذه يروح الجامعة هذه يروح حتى وين اليهود فاش ذي سورة الإسراء أتفض آيتين ثم آيتين في الأنبياء نوح عليه السلام وغيره ثم دفذور بدي هدر في اليهود رغم أن اليهود ولا شيء ذي الوقت النين الرسول صلى الله عليه وسلم ذي المسجد الأقصى لأن الرومان يقتل في المسجد الأقصى ولكن سورة الإسراء أدى في لسن آيات كثيرة في اليهود كأنما ربي عز وجل أدي قالت ذي المسؤولية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤولية الأمينس ولكن لقد يروح الجماعي ولا قاعد يروح المسجد الأقصى فاش قال لا صلاة ذي المسجد الأقصى وجمع كل الأنبياء المسجد الأقصى وحقيقة أنت ولا ميك كل مرة المسجد الأقصى تروحوا تغالد شواليم يروح يا رثيد أيوبي نعم ثلاثة تولي ممكن بعث هدمان وهكذا يعني كل زمان تحوسني وذاين وكنات ينجسونه فاش تلاقي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم سخر ربي عز وجل يبو يزير كلهم كيقانا كي الانبياء ذي المسجد داقي وصلى بهم كذلك لما صلى بهم اذا هو امامهم
إذن هو صاحب المسجد، لأنه يقال يقارن صاحب المسجد ميل الإمام